يا مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. تعالوا أنا معايا وصفة لذيذة جدا. هنا كل مكوناتها دي. معايا هنا لوز سليم، ولوز أنا طحناه زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا كاجو سليم، وكمية برضو أنا طحناها، ومعايا زبيب، معايا زبدة، لحمة مفرومة، بصل. الوصفة دي جميلة جدا. هنزل هنا بمقدار ما يعادل 3 معالق زيت، وهنزل باللحمة. هعمل فيها ايه؟ انا عايزة اعصجها. حطيت بتاع 3 معالق زيت، وهنزل باللحمة. ده ايه؟ ده كيلو لحمة على فكرة. هنزل بينا كده. هنا ايه؟ هعمل الأكلة لذيذة جدا. الأكلة دي بتبقى مشهورة جدا في الأوبن بوفيه بتاع الأفراح، على ترابيزة الأفراح. يعني اللي ما يعرفش يعني ايه أوبن بوفيه، وللعزومات الكبيرة وجبة مشبعة وموفرة، وبترمي معاكي كتير جدا. نكمل بقية وصفتنا وبعدين نكمل كلامنا. أنا هنا نزلت بما يعادل 3 معالق زيت، نزلت باللحمة، لفتها في الزيت كويس جدا، خدت لون. نزلت عليها بالبصل، لفيته فيها، حطيت فلفل اسود وملح، وهبتدي كده ايه اسيبها تدبل كده مع بعضها. هاجي هنا معايا ووك، هنزل فيه برضو كده بتاع 4 معالق زيت. انا حاطه كده، انا عارفه معيار ايدي ان دول بيجوا بتاع 4 معالق زيت. وهنزل بكيسين شعريه. انت بقى لو هتزوجي وعندك عزومه اكبر زودي. هحط الشعريه كده. انا عايزه احمص الشعريه التحميصه، بس تحميصتها فاتحه. وهعمل الشعريه النهارده معامله الرز. بصوا من الاطراف كده، اول ما تلون معاكم تبتدوا تجيبوا من الاطراف. اهو اللون ابتدى يغير معايا. انا عايزاها فاتحه. هنزل بميه سخنه. نزلت بمج، وادي التاني، وادي التالت، واحتمال اخد حاجه بسيطه تاني من الميه عشان تبقى فوق الصينيه كده في التسويه مقام عقله صباع بالظبط. اهو ده كده التالت. بصوا اهو حبه كده كده تمام. اهو لحد هنا كده عقله صباع تمام كده. انا هعمل الشعريه معامله الرز بالظبط. هنزل بمقدار الملح بتاعي. انا حطيت معلقه، وهحط نص معلقه كمان. طبعا درجه الملوحه بتاعه الشعريه اللي انت هتحطيها بتاعه الملح يعني، دي ترجع لك انت لما تدوقي الميه بتاعه الشعريه بتاعتك. هشوف هتحتاج كده كتير كده اقل. وهغطي عليها وهرجع هنا للحمه تاني. هقلب اللحمه كويس جدا. اهو بصوا هي بتعتبر دخلت معايا في السوا. انا مش عايزه اغمق اللحمه خالص، ولكن انا عايزاها تستوي السوا مظبوط معايا. انا هبتدي كده عايزه افرفطها او افكها من بعضها. هنزل عليها بالهراسه، لان المعلقه ولا الشوكه هيجوا معايا زي الهراسه. هرسها كويس جدا كده. الاكله دي لذيذه جدا ومشبعه جدا ومشرفه جدا. انا النهارده هعمل معاكم سرفيس كبير، عرض للمناسبات السعيده. ربنا يجعل ايامنا كلها سعيده يا رب. وهعمل معاكم طبق صغير اللي هو يكفي مثلا كذا فرد ياكلوا فيه. هرجع هنا للشعريه تاني. بصوا اهم حاجه الشعريه ما تلزقش منك. انا كنت طبعا نطيت عليها في زي معامله الرز بالظبط. نزلت بجزء من الزبده اللي انا وليتها لكم في العرض. طبعا ما خدش الزبده كلها، وهغطي عليها اسيبها تشرب الزبده وتسيح فيها. وهرجع هنا للحمه تاني. كده اللحمه معايا بتعتبر، مش بتعتبر، اكيد استوت. تعالوا بقى كده الوصفه بتاعتنا كده احنا جهزنا لها كل حاجه. وهنرجع للشعريه تاني. هنكمل بقيه المكونات بتاعتها. هنزل عليها بمعلقه قرفه، معلقه قرفه بس على كيسين الشعريه. اهو المهم ان انا عايزه الطعم بتاعها، لان كتر القرفه بتمرر يا جماعه. انا حطيت كده على كيسين الشعريه معلقه قرفه. هنزل بالزبيب جزء منه، وهسيب جزء للتزيين. هنزل هنا باللوز اللي انا مكسراه اهو، او المطحون اللي انا طحنته، وسايبه جزء السليم للتزيين. وبقيه الكاجو انا برضو هسيبه للتزيين فوق الوش عشان يفتح الوصفه معايا شويه. وهنزل بكميه اللحمه اللي انا عصقتها على كل اللي انا حطيته ده. يبقى انا حطيت الشعريه، حطيت عليها ايه؟ قرفه، معلقه قرفه، الزبيب، اللوز، اللحمه المفرومه. وهقلب كويس جدا كده اهو. بصوا تعالوا بقى نعبي او نشوف الطريقه بتاعت السرفيس الكبير اللي ممكن تكوني عاملاه في مناسبه سعيده، اللي احنا قلنا اللي هو عرض الافراح اوبن بوفيه والمناسبات السعيده. اهو بصوا انا كده حطيت جزء من الشعريه. هبتدي ازين بالزبيب اهو على الجناب كده زي ما انتم شايفين. شكله شيك جدا جدا،
ومشبع جدا، واللي هيجرب الوصفة دي هيقول فعلا إن هي معاها حق. وهنزل بجزء من اللوز اللي أنا سبته كده للتزيين الجانبي. بصوا كده على الجناب حطيت الزبيب واللوز، وهاجي من فوق الوش كده أحط اللوز وجزء من الكاجو اللي أنا طحناه، أو هحطهم كلهم. ما تنسوش لو عجبكم الموضوع لايك وشير وسبسكرايب، وارفعوا معايا الفيديو الكل يشوفه. أحلى أكلة المناسبات السعيدة جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وقد إيه لذيذة ومشبعة جدا. جربوها وقولوا لي إيه رأيكم. وادي الطبق الصغير اللي كذا فرد زينته بنفس الطريقة. شيف لولا كل جديد. باي باي.